أما بعد إخوة الإيمان، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حي الله تعالى هذه الوجوه الطيبة المباركة، وأسأل الله العلي القدير الذي جمعنا في هذا اليوم العظيم وفي هذا المسجد المبارك أن يجمعنا في جناته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخوة الإيمان، لازلنا بفضل الله تعالى وعونه نعرض على حضراتكم تلك الفضائل العظيمة التي من الله سبحانه وتعالى بها على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. في هذا اللقاء الخامس نعرض بفضل الله تعالى فضلا عظيما ومنا كريما وخيرا جسيما من الله تعالى به على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وهو فضل الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، فضل الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يتجلى هذا الفضل من خلال النداء الواضح الصريح من لدن رب العزة جل وعلا، حين قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. يا أيها الذين آمنوا، الخطاب وجهه الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا على محمد، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. الخطاب موجه لعباد الله تعالى المؤمنين، وإياك بداية أن تعتقد أن محمد صلى الله عليه وسلم في حاجة لصلاتي وصلاتك عليه. فاعلم علم اليقين أن الله جل وعلا قد افتتح الصلاة أولا، وهو الغني سبحانه وتعالى عن العالمين، بل وأمر ملائكته التي لا تعصيه أبدا وأمرها بالصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إياك أن تتوهم وتعتقد أن النبي في حاجة لصلاتك وصلاتي، فالله جل وعلا قد تولى بنفسه الصلاة على محمد صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ما معنى الصلاة على محمد؟ ما معنى صلى الله على محمد؟ صلى الله على محمد أي أثنى الله تعالى على محمد وبين لنا صفاته، وأكرم الله تعالى محمد ومن الله تعالى على محمد. هذا هو معنى الصلاة على محمد، أي أن تنزل محمد صلى الله عليه وسلم المكانة العظيمة التي من الله تعالى بها على محمد. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. صلوا على محمد. صلوا على الذي بعث رحمة للعالمين. صلوا على الذي بعث رحمة للعالمين. صلوا على الذي بكى شوقا لرؤيانا. صلوا على الذي بكى شوقا لرؤيتنا. صلوا على الذي ينادي يوم القيامة: أمتي أمتي. اللهم صل على محمد. محمد صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين، فكيف لا نصلي عليه؟ محمد صلى الله عليه وسلم رحمته صلى الله عليه وسلم ليست للمؤمنين فقط، ثبت في أدلة كثيرة، هذه مناسبة ليسمع العالم وليسمع الجميع أن ديننا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة الذي بعث رحمة للعالمين
ورد عنه أنه في الطائف صلى الله عليه وسلم ضربوه وشتموه وأدموا قدماه وشج رأسه صلى الله عليه وسلم، يجلس بعد أن ابتعد عن هؤلاء في الطائف، يجلس تحت شجرة، فيأتيه جبريل عليه السلام فيقول له: يا محمد، إن الله جل وعلا يقرئك السلام، وقال لك إن تأمر يا محمد أن أضع هؤلاء الذين ضربوك من غير المسلمين الذين شتموك، أن أضع هؤلاء بين الجبلين أو بين الأخشبين وأطبق عليهم. هذا جبريل، وما أدراك ما جبريل. ولكن رحمة محمد صلى الله عليه وسلم جعلته يقول: لا يا جبريل، اتركهم يا جبريل، عسى أن يخرج الله تعالى من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. رحمته صلى الله عليه وسلم بلغت الحجر، بلغت الشجر، بلغت الحيوان. يفتح مكة صلى الله عليه وسلم ب10,000 مقاتل. كفار مكة يختبئون في بيوتهم مثل الفئران، هم الذين طردوه وهم الذين ضربوه وهم الذين نعتوه بأشنع الأوصاف: ساحر، مجنون، كاهن. ولكن محمد صلى الله عليه وسلم في موقف قوة كان به أو كان يستطيع أن يذبحهم ويقتلهم، ولكنه لا، صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، ما أفعل بعذابكم إن عذبتكم. اذهبوا فأنتم الطلقاء يا كفار قريش، اذهبوا فأنتم الطلقاء، فما أفعل بعذابكم إن عذبتكم. ثبت أنه في هذا الموقف أسلم الكثير حين رأوا رحمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رحمة محمد صلى الله عليه وسلم بلغت الحجر والدواب. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رأى حمامة تصيح قد أبعدها الصحابة على أولادها الفراخ الصغار، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، غضب غضبا شديدا صلى الله عليه وسلم، وقال عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: من روع هذه في أولادها؟ من روع هذه الحمامة في أولادها؟ ارجعوها إلى أولادها. رحمته بكل شيء. اليوم يتهم فينا بأشنع الأوصاف. لا والله لن تجد دينا أرحم، لن تجد دينا ولا تيارا ولا فكرا ولا غيره أرحم من دين محمد صلى الله عليه وسلم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى أرضا محروقة. قال صلى الله عليه وسلم: من حرق هذه الأرض؟ فجاء أحد الصحابة وقال: يا رسول الله، نحن الذين حرقناها، فيها نمل كثير، فيها برشا نمل. فقال صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه: لا يعذب بالنار إلا رب النار. صلى الله على محمد. حتى النملة، حتى الحمامة، فما بالك بالبشر، ما بالك بالبشر. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه تبرأ من خالد بن الوليد وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. متى هذا؟ حين قتل رجلا على وجه الخطأ. لتعلم يقينا أن الإسلام ما سمي بالإسلام إلا لأنه دين السلام، وأن محمد صلى الله عليه وسلم ما بعث إلا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. صلى الله على محمد. صلوا عليه، صلوا على الذي بكى شوقا لرؤيتنا. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم أنه كان يجلس مع صحابته الكرام فبكى صلى الله عليه وسلم. قال له الصحابة الكرام: ما يبكيك يا حبيب الله؟ ما يبكيك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اشتقت لأحبابي. قالوا: يا رسول الله، نحن أحبابك بين يديك، نحن أحبابك الصحابة بين يديك. قال: لا، أنتم أصحابي
أما أحبابي فهم الذين سيؤمنون بي ولم يروني. يقصدكم أنتم أيها المسلمون، يقصدنا نحن أيها الأخيار. صلى الله على محمد. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا على الذي ينادي يوم القيامة أمتي أمتي. ثبت كما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم حين وقف بين يدي ربه جل وعلا، حين وقف بين يدي ربه جل وعلا، وبعد أن اخترق السماوات العلى وسجد إلى ربه سجدة، سجد النبي بين يدي ربه سجدة، فقال الله جل وعلا: يا محمد ارفع رأسك، يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى. شنو تحب؟ ارفع رأسك يا محمد وسل تعطى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ربي لا أسألك فاطمة ابنتي، ربي لا أسألك فاطمة ابنتي ولا خديجة زوجتي ولا العباس عمي ولا صفية عمتي، ولكن أمتي 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 أمتي. يا الله، محمد صلى الله عليه وسلم يقف بين يدي ربه في موضع مهين، في واقعة عظيمة، ولا ينسى أمته. أي واحد فينا لو يقف بين يدي مسؤول عظيم ويطلب منه: ماذا تريد؟ شو تحب؟ فاش تحب؟ ينسى أهله أماليه، ينسى كل الناس. ولكن محمد وقف بين يدي رب العزة جل وعلا وما سأله لا فاطمة ولا خديجة ولا أحد. أمتي أمتي يا الله، أمتي أمتي يا الله. فقال جل وعلا: يا محمد إن أمتك ضعيفة وربها لطيف ونبيها القرشي الشريف، فوعزتي وجلالي يا محمد، وعزتي وجلالي يا محمد لأقسمن القيامة بيني وبينك، أنت تقول أمتي أمتي وأنا أقول رحمتي رحمتي، أنت تقول أمتي أمتي وأنا أقول رحمتي رحمتي. فرحمة الله جل وعلا حلت على أمة محمد ولا زالت قائمة إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا زال الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. وأقول أيضا أنه لولا محمد، صلوا عليه، لولا محمد لما حلت رحمة الله تعالى على أمة محمد. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فضلا عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من صلى علي واحدة صلى الله عليه وسلم 10. أنت أيها المسلم إذا صليت على محمد مرة صلى الله عليك 10. ما معنى صلى الله عليه؟ أي ذكرك الله تعالى في الملأ الأعلى وكرمك الله تعالى في الملأ الأعلى. من صلى علي مرة صلى الله عليه 10 وحط من خطاياه 10، اغفر لك 10 ذنوب ورفع من مقامك 10 درجات. إذا صلوا على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. جاء صحابي جليل للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، كم أجعل لك من صلاة؟ يعني كم أصلي عليك؟ فسكت النبي. قال له: اللي تحب. قال له: من أوراد الكل في اليوم. الأوراد ما شاء الله فيها تسبيح، فيها تكبير، فيها تهليل، فيها ذكر، فيها تلاوة للقرآن. كم أجعل لك صلاة في هذه الأوراد؟ قال: الربع يكفي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زد على ذلك، زد على ذلك. لماذا؟ ثم قال له: النصف أيكفي؟ قال له: زد على ذلك، فإن الله تعالى يفرج لك همك
ويغفر لك ذنبك. إذا الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم تكشف الهم والغم وتغفر الذنوب، وما أحوجنا والله إلى أن يغفر الله تعالى لنا ذنوبنا، وأن يستر الله تعالى لنا عيوبنا، وأن يفرج الله تعالى لنا كروبنا. هناك رجل صالح من طلاب العلم رأى الإمام الشافعي يوما في المنام، رآه في المنام فقال له: يا إمام، ما فعل بك ربك؟ شو عمل معك ربي سبحانه وتعالى؟ فقال الإمام الشافعي: لقد غفر لي ربي ورحمني وزفني إلى الجنة زفا. فقال له هذا العبد الصالح: وبأي شيء أكرمك الله تعالى هذا الإكرام العظيم؟ فقال: بأول ما افتتحت به كتابي الرسالة. الإمام الشافعي كان له كتاب اسمه الرسالة، وانتهت الرؤية. فقام هذا الطالب أو هذا العابد أو هذا الصالح وجرى إلى مكتبته ليفتح هذا الكتاب ليقرأ أول ما كتب الإمام الشافعي في كتابه الرسالة، وقرأ أول سطر: اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إذن الصلاة على محمد وعلى آله وصحبه صلاة بإذن الله تعالى لا نهاية لها إلا جنة رب العالمين. كيف لا؟ وقد قرن الله تعالى اسمه جل وعلا باسمه محمد صلى الله عليه وسلم، قرن اسمه باسمه كما في الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قرن الله تعالى هذا الاسم باسمه جل وعلا، وهذا تعظيما وتكريما لمحمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم أختم إخوة الإيمان أن محبة النبي مش كلام، محبة النبي مش كلام، بل هي طاعة والتزام. فقد قال جل وعلا في آية يدعون فيها للسير على خطى محمد صلى الله عليه وسلم، للسير على خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله. جعل شرط محبة الله جل وعلا اتباع محمد. إن كنت تحب رب سبحانه وتعالى فاتبع محمد. عجبا لمن يخرج علينا ممن يدعي أنه من القرآنيين ويقول أن القرآن يكفي. لا والله، لا طريق إلى الله إلا من طريق محمد رسول الله. لا طريق إلى الله إلا من طريق محمد رسول الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، على لسان محمد، أي اتبعوا محمد يحببكم الله. لن تنالوا محبة الله إلا باتباع محمد رسول الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نسأل الله تعالى أن يقذف في قلوبنا محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يشغل لساننا إلا بالصلاة على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد. اللهم آمين. أقول ما تسمعون، إن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعلنا اللهم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.
النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في لقائنا الفارط قال حديثا عظيم، قال حديثا مباركا عظيم غفل عنه الكثير منا. قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. واعلموا أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي بين يدي الله سبحانه وتعالى يسأل ربه خيرا إلا أعطاه إياه يقينا ثابتا. لذلك نتوجه إلى الله جل وعلا، نتوجه إلى الله جل وعلا بالدعاء في هذه الساعة المباركة، عسى أن يتقبلنا، عسى أن يغفر لنا، عسى أن يتوب علينا، عسى أن يرحمنا، عسى أن يرفع عنا الهم والغم. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أكرم الأكرمين، يا أكرم الأكرمين، يا من خضعت لعظمته الرقاب ويا من ذلت لجبروته الصعاب. اللهم يا من أجاب نوحا حين ناداه، ويا من كشف الضر عن أيوب في بلواه، ويا من سمع يعقوب في شكواه، ويا من رد إليه يوسف وأخاه. اللهم يا من أمنت يونس في بطن الحوت، ويا من حفظت موسى في اليم والتابوت. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. لك الحمد بأن جعلتنا من خير أمة أخرجت للناس، لك الحمد بأن جعلتنا من أمة محمد. اللهم صل عليه في الأولين، اللهم صل عليه في الآخرين، اللهم صل عليه في كل وقت وحين. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، واسعدنا بتقواك، واجمعنا مع نبيك وحبيبك ومصطفاك. يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين، نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العليا، نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا وشفاء لمرضانا ورحمة لموتانا. يا أكرم الأكرمين، اشف جميع مرضى المسلمين، اشف جميع مرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما. يا أرحم الراحمين، ارحم جميع موتى المسلمين، اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. ألف بين قلوبنا يا الله، وحد صفنا يا الله، لا تشتت شملنا يا الله، اقذف المودة والرحمة بيننا يا الله. يا أكرم الأكرمين، اللهم أمنا في أوطاننا، أمنا في أوطاننا، اجعل بلدنا هذا آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. يا حي يا قيوم، اكفنا الزلازل والمحن، اللهم اكفنا الزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنك قلت وقولك حق، ادعوني أستجب لكم. يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، عبادك بين يديك يا الله، الضعفاء بين يديك يا الله، الضعفاء بين يديك يا الله، الفقراء بين يديك يا الله. اللهم اعط لكل واحد من الحاضرين من الخير ما نوى، اللهم اعط لكل واحد من الحاضرين من الخير ما نوى. يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، إن تلعثم اللسان في الدعاء إليك فيسره بالنطق عند الوقوف بين يديك. ارزقنا الشهادة عند سكرات الموت، فإنه من قالها دخل الجنة. ادخلنا الجنة مع الأبرار
ولا تحرقنا بنارك إنك أنت الغفار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.